السلام عليكم. انا سميتي عائشه وكنعيش مع والديا في دار صغيره. حياتنا بسيطه، ما عندناش وما خصناش، ولكن كان عندنا الحب. بابا كان كيخدم على قد الحال، ماما كانت كدير كل ما في جهدها باش ما نحسوش بالنقص. كان ديما كتقول لي القرايه هي اللي غادي تبدل حياتك يا بنتي، وكنت كنآمن بهاد الهضره. وكنمشي للقسام كل نهار وانا حامله حلم صغير في قلبي. ولكن في داك القسم كاين واحد الجرح اللي بدا كيتفتح بشويه بشويه. الاستاذه ديالنا كانت معروفه بالقساوه ديالها، داخله ديما بوجه عابس، صوتها حاد وكلماتها كانت قاسحه على القلب. وكانت كتفضل غير التلاميذ اللي مزيانين واللي لاباس عليهم وكتضحك معاهم، ولكن الباقي كانوا بالنسبه ليها غير ارقام. وانا كنت اسهل هدف، حيت انا كنت ما كانش عندي الثقه في راسي، وكنت انسان على قد الحال. من الاول ركزت معايا انا، ماشي على القرايه ديالي ولكن على شكلي، خصوصا شعري. ما عمري عرفت علاش كانت كتعامل معايا هكا، وكانت ديما كتعطيني ملاحظات على وجهي على جسمي، مع العلم هي براسها ما كانتش زوينه مع كل احتراماتي. وما كان وحتى هي شعرها ما كانش زوين واش كتخوي فيا العقد اللي عاشتهم في صغرها؟ واش هي كتشوف فيا راسها ملي كانت صغيرة؟ الله اعلم. شعري كان كيتنفخ وماشي سهل يتسرح، ولكن بالنسبه ليا كان عادي. حتى ولات هي كتخلي عيب، كل مره كتعلق شوفي شعرك كي داير، واش ما كتحشميش؟ والقسم كيضحك وانا كنحاول نضحك معاهم، كنصبر راسي، ولكن من الداخل كنت كنتهرس. بديت كنفيق بكري، كنوقف قدام المرايا، كنحاول نتصالح مع شعري، كنحط الزيف باش يغطيه، غير باش نهرب من داك الاحساس ديال الحشومه. شعرك حالته، ويلي ويلي، واش جيكس هذا ولا شعر؟ عطيني نحك بها شي طنجره. وكانت هاد الهضره كتجرحني بزاف، ولكن مهما درت ما كانت حتى حاجه كترضيها. ومع الوقت فهمت بلي المشكل ما كانش في شعري، كان في الاستاذه ديالي. كانت انسانه ما متصالحاش مع راسها، وعندها قساوه مخبيه ومكبوتات ديال الطفوله، وبدل ما تعالجها اختارت تفرغها فيا انا. حتى جا داك النهار اللي عمرني ما ننساه، دخلت للقسم وانا حاسه بشي حاجه غادي توقع. بدات الحصه وانا ساكته، غير باغيه كنتمنى غير ما تقولش يا نوضي، حيت ديما كانت كتنوضني حدا السبوره، وكانت كتقول لهم شوفوا هادي، شوفي اش لابسه، شوفوا هادي. يعني كانت ديما كتردني ضحكه. ولكن هاد المره انا نوضاتني قالت لي عايشه نوضي للسبوره. هاد المره نوضاتني للسبوره، وقفت وقلبي كيدق بسرعه. مشيت ببطء، شديت الطباشير وبديت كنكتب، باغيه غير نكمل ونرجع بلا مشاكل. فجاه حسيت بها قربات ليا من اللور، تجمد جسمي، وقبل ما نفهم حسيت بيديها في شعري، شدته بشويه ومن بعد بشده وبزز جرات الزيف وحيدات ليا البانطه ديال شعري. نتوما عارفين شعر كيولي كيبقى طالع للسما. في ديك اللحظه ماشي غير الزيف اللي تحيدت الكرامه ديالي، تحيدت الراحه ديالي، تحيد داك الاحساس بالامان قدام الناس. شعري تفرق وحسيت براسي مكشوفه، ضعيفه وعريانه قدامهم كاملين. سمعت صوتها كتقول شوفوا، حتى هي كتحاول تخبي شعرها. وفجأة القسم كامل بدا كيضحك عليا، شي كيتنمر عليا، شي كيتغامز عليا، شي صراحة الضحك كان قاسح كيجرح وكيحرق. شي وحدين كيشيروا، شي كيضحك بصوت عالي، وشي كيتفرج، وشي تهوى حاس بيا. انا بقيت واقفه، عيني عامرين بالدموع،
ولكن ما نزلوش، حتى البكا ما لقيتش ليه بلاصه. والدنيا بدات كدور بيا، وبغيت غير نختفي ونمشي من هذا الوجود، ولكن لا، بقيت واقفه ويديا كترعد وكملت الكتابه عادي. كل حرف كنت كنكتب كان كيتقل عليا. رجعت لبلاصتي وانا حاطه راسي، وما بقيتش كنسمع حتى كلمه من الدرس، غير صوت الضحك كيدوي في ودني. داك النهار ما خرجتش غير من القسم، خرجت وانا مكسوره. رجعت للدار وماما كانت كتسولني كيف داز نهاري، ولكن انا ما قدرتش نهضر. دخلت لبيتي وقفت قدام المرايه وشفت في راسي، وبديت كنسول واش انا فعلا ناقصه، واش انا فعلا ما زويناش. انا كنت طفله صغيره ما عارفه والو. من داك النهار تبدلت، وليت كنخاف نجاوب، كنخاف نشارك، كنخاف حتى نرفع راسي، كنجلس في اللار وكنحاول نبان قليل قد ما نقدر. وبشويه بشويه بديت كنغيب، حتى واحد النهار وقفت قدام باب المدرسه، شفتو وبقيت ساكته. بقيت كنسمع صوتها في دماغي، وداك الضحك ديال داك النهار والسخريه. ما قدرتش ندخل، درت ظهري ومشيت. ومن داك النهار ما رجعتش. القرايه وقفات والحلم ديالي تسد. واليوم يمكن الناس يشوفوني عاديه، ولكن الحقيقه انا ما خسرتش غير القرايه، انا خسرت الثقه في راسي. واسوا حاجه ان داك الجرح مازال عايش فيا. وكل مره كنوقف قدام المرايه كنرجع نعيش نفس اللحظه كانها عمرها ما سالات. الحاصل خوتي من هذا الشيء، اللي عنده شي عقده نفسيه يمشي يعالجها. وطفل صغير بلاش من دوك الملاحظات ديال شوفي راسك، شوفي شعرك، شوفي هادي شوفي هادي، حيت بلا ما نحسو كنبقاو نقلو عقدنا النفسيه اللي عشناها في الصغر بحال شي فيروسات وكيتوارثوا بيناتنا. نراعيو مشاعر بعضياتنا. وشكرا على الاستماع.